سالت نفسك ايه هي انواعهم او عايشين ازاي؟ طب عالمهم شكله عامل ازاي؟ انا جاي في الفيديو ده عشان اقول لك كل الكلام. انا اشرف وده فيديو جديد على قناه معلومه هنتكلم فيها عن انواع الجن. اول حاجه زي ما قلت لك لازم تبقى عارف ان الجن ده العالم بتاعهم شبيه جدا بالعالم بتاعنا، بس الموضوع كله ان هم بيندرجوا تحت الماورائيات او الحاجات اللي احنا مش بنقدر نشوفها يعني. عشان كده في ناس اوقات بتعترض على وجودهم، بس احنا كمسلمين معتقدين جدا بوجودهم، واي حد عنده رساله سماويه معتقد بوجودهم. تعالى بقى نتكلم انواع الجن دي عامله ازاي، او مبدئيا كده عالمهم شكله عامل ازاي. الجن ده العالم بتاعه فيه حروب زي عندنا، يعني في عندهم اقوام اقوياء واقوام اضعف، عندهم مسلمين في انواع معينه او في اقوام معينه من الجن، عندهم باقي الاديان كمان، يعني عندهم نصارى وكمان عندهم يهود، عندهم بوذيين، عندهم كل حاجه، عندهم كمان من العلم، يعني عندهم الطب وعندهم مهندسين وكل الكلام ده. وهسيب لك طبعا المصادر في الكومنتات. اول حاجه احنا ليه مش بنقدر نشوفها؟ مبدئيا العلم بيقول ان احنا بنشوف حاجات على ترددات معينه، وبنسمع برضه حاجات على ترددات معينه، اللي اقل منها مش بنقدر نسمعه ولا بنقدر نشوفه، واللي اعلى منها مش بنقدر نسمعه ولا بنقدر نشوفه. السبب العلمي ان احنا مش بنشوف الجن ان هم عايشين في تردد غير التردد بتاعنا. اما عن السبب الديني ان في عندنا حجاب حاجز على عينينا، الحجاب الحاجز ده بيترفع وقت الموت، ووقت الموت احنا بنقدر نشوف الملائكه ونشوف الجن ونشوف كل حاجه حوالينا، لكن طول ما احنا عايشين في العادي بنشوفهم ممكن صدفه او هم اللي يبقوا ظاهرين لنا لسبب معين عندهم. احنا هنتكلم في الفيديو ده عن اهم 5 انواع في الجن، وهنبداهم من الاضعف للاقوى. اول حاجه هنتكلم عليها او رقم 5 معانا اللي هنتكلم عليها هو الجن الهوائي او الجن الطيار، وهم اخف واسرع انواع الجن في الطيران، وبيمسوا الانسان جزئي، ويعتبر في المركز الثالث من حيث الاحتكاك بالبشر، وما بيحاربوش الا بحدود، ما بيحاربوش الا من فوق، عشان كده اسمهم الجيش السماوي العلوي والله اعلم. ورقم 4 معانا الجن الارضي او الترابيين زي ما بيتقال عليهم، والجن ده بيسكن باطن الارض والاماكن اللي مش عليها رجل، يعني البيوت المهجوره، الاماكن اللي ما فيهاش حد كتير عايش، هو ده اماكن سكنهم. بيتحركوا بسرعه جدا على الارض وفي الشقوق اللي في الارض، بيظهروا في التعابين، وبيظهروا القطط السوداء، بيظهروا في الكلاب السوداء، ودي الطريقه اللي بيظهروا بيها للبشر. وهم من اقصر انواع الجن طولا، يعني قصيرين كده، او يطلق عليهم اقزام الجن، واكتر نوع في الجن احتكاكا بالبشر، وبيحاولوا طول الوقت يلاقوا جسم يتلبسوا فيه، وبينجحوا في كده في اجساد المجانين والله اعلم. تعال بقى نتكلم عن النوع الثالث، وده نوع من اهم الانواع، الجن الناري. وهم اهم انواع الجن لسببين. اول سبب ان هم اول نوع جن اتخلق على الارض، وخلقنا الجن من مارج من نار، وهو ده النوع اللي منه ابليس عليه لعنه الله واتباعه. يعتبر برضو ان الجن الترابي الجن الارضي اللي اتكلمنا عليه من شويه قسم من اقسام الجن الناري ده، او جزء منهم انفصل عنهم وبقى جن ترابي. وفي كمان منهم الجن المائي اللي موجود في الميه وفي البحار والمحيطات والكلام ده كله، واللي بيستخدموا السحرة في ان هم يتلبسوا البشر عن طريق شرب الميه او عن طريق الاستحمام. ما بيقدروش يحتكوا بالبشر الا عن طريق الميه، ولا بيقدروا يتلبسوا باجساد البشر الا عن طريق الميه. ومنهم كمان الابلسه، ومنهم عبده النار وعبده الطبيعه. نوع الجن ده او الجن الناري ده معظمه او نسبه كبيره جدا منه كفره، اللي زي ما قلنا هم من اتباع ابليس. تقدر تقول كمان ان في منهم انواع زي الجن الازرق والجن الاحمر، في منهم المرضى والمارد، ده نوع جن قوي جدا وطويل جدا بس مؤذي جدا في نفس الوقت. وفي منهم العفاريت اللي هو اقوى انواع الجن، اسمه العفريت، اقوى انواع الجن في النوع ده، في النوع الناري ده، وهو جن محارب. اما بقى السبب الثاني اللي بيخليهم من اقوى انواع الجن ان هم عندهم العدد الاكبر ما بين انواع الجن، عندهم 50% تقريبا من اعداد الجن. وطبعا مصادر الكلام ده كله هسيبه لك تحت في الكومنتات. كمان 70% من النوع ده كفره والله اعلم. والنوع ده من الجن اعماره تتراوح ما بين ال1000 سنه وال1200 سنه، بس اشكالهم غريبه جدا. الصور اللي انا هعرضها لكم دلوقتي اللي هيبان فيها اشكالهم الغريبه، عشان تعرف بس معايا شكل الجن ده عامل ازاي، او الشكل التقريبي ليه عامل ازاي. على فكره الصور دي في صور منها متسربه من كتب مهمه زي كتاب العزيز او كتاب شمس المعارف. الناس بتجزم ان هي حقيقيه، لان بيقولوا ان الكتب السحر دي زي كتاب العزيز او كتاب شمس المعارف، الكتب دي اللي ملاها للكاتب كان نوع من انواع الجن نفسه، قد ان الجن نفسه هو اللي ملى الكاتب الكتب دي. ونوع الجن ده بيسكن في الاماكن الحاره، يعني في فتحات البراكين وفي اعلى الجبال وفي الاماكن اللي الشمس دايما متسلطه عليه. ورقم 2 معانا الجن القمري. الجن القمري ده جن بيشبه البشر شويه لكن مختلف في التكوين، وهم اقوياء جدا في المعارك
و80% منهم تقريبا مسلمين، جن مسلم بيتكاثروا الا عن طريق القطط والحيوانات. هم قبيله واحده او قرايب في بعض، مش بيسمحوا ان حد يخش بينهم او يتجوز منهم غير الجن الضوئيين اللي هنتكلم عليهم كمان شويه. وكمان الكفره منهم هم اللي بيخدموا اقوى السحره، وهم اقوى خدام للسحره في عالم الجن كله. انا بقى اكلمك عن اقوى نوع جن في الانواع اللي انا قلتها دي كلها، الجن الضوئي او النصيبيين. الجن ده جن من سلالة الجن اللي كان موجود على أيام النبي، وهم أول أنواع الجن إيمانا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. الجن ده كمان كلهم أمراء وملوك، وعددهم قليل لكنهم أقوياء جدا. يقال إن الضربة واحدة من الجن الضوئي بيقدر يقتل بيها 100 شيطان أو 100 من الأبلسة. وعشان خاطر الأبلسة أو الشياطين يقدروا يقتلوا جن واحد من الجن الضوئي ده، لازم يتجمعوا عليه بالالاف، وكمان يبقى معاهم سحرة اقوياء عشان يقدروا يقتلوه من عالم الجن. وما بيقدروش يقتلوه غير لما بيصيبوا التعب الشديد جدا، او ان يصاب بجروح بليغه جدا تخليهم ان هم يقدروا يقتلوه. وما بيتجوزوش الا من الجن القمري. والنوع ده من الجن بيمتاز جدا بالقوه، ويمتاز بالسرعه، ويمتاز بالحكمه كمان، وبيشبه البشر لحد كبير جدا، لكن بخواص مختلفة بتخليهم من أقوى أنواع الجن على الإطلاق. كده نبقى اتكلمنا عن أهم أنواع موجودة في الجن، أو أهم 5 أنواع موجودة في الجن من الأضعف للأقوى. لو أنت حبيت إن إحنا نتكلم عن نوع من الأنواع دي بشكل مفصل أكتر، تقدر تكتب لنا في الكومنتات. ولو أنت وصلت معانا لآخر الفيديو، ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يظهر لناس أكتر، وتعمل متابعة للقناة، وتشرفنا بكومنت من تعليقك. كان معاكم أشرف، السلام عليكم.